السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبداو الفيديو ديال اليوم بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم غنوجد معكم كيكة أو طورطة اللي باردة وكتجي لذيذة بزاف، واحد المذاق اللي رائع، وكتجي مفشفشة وكتجي زوينة بزاف. ما عليكم غير تشاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا المكونات ديال الطورطه اللي كتجي لذيذه بزاف. ممكن توجدوها للسحور، للفطور، كديسير كتجي رائعه بزاف. واحد الكريمه اللي ساهله والمكونات ساهله بزاف. كما كتشوفوا معايا انا راه كي وجدتها قطعتها، يعني خليتها واحد ربع ساعه مع التصوير. ما نقدرش نخليها زعما تين واحد 3 سوايع، خصك ضروري تدخليها الثلاجه. انا ما دخلتهاش الثلاجه مع التصوير، نتوما غادي تخليوها حتى تعقد، يعني واحد 2 سوايع دخلوا الثلاجه. انا ما دخلتهاش الثلاجه، قطعتها وصورتها معكم. زعما لا خليتوها غتزيد تعقد، يعني غتجيكم رائعه. عندي هنا واحد 4 ديال البيضات اللي خديت منهم 2 مع شويه الملحه، واحد راس معلقه ديال الملحه. عندي هنا كاس ديال السنيده. هاد الكاس اللي عندي راه كاس ديال العنبه، كي نفس العبار ديال كاس العنبه، يعني كيعبر كلشي تعرف كاس ديال العنبه. غادي نطحن السنيده مع 2 بيضات مع شويه الملح. غادي نزيد كاس د الحليب. من بعد ما غيتخلط ليا البيض مع السكر مع البيض مع سميتو، غادي نزيد عاد الزيت والبيض. كما كتشوفوا راه خسر ليا الخلاط ديال اللي كنصايب به الكيك، راه خسر ليا داكشي اش كنخلط في الهاشوار. غير سمحوا لي. بالنسبه لسميتو عندي هنا 2 شاشيات ديال الخميره غندوزهم في الصفايه، ضروري من ندوزو في الصفاي، كيكونوا بعض المرات واحد الحبيبات. عندي هنايا واحد 3 المعالق ديال الكاكاو شكلاط المر، 3 المعالق كبار، وانا عبرت بالصغيره. المهم الشكلاط ديروا كنتو كتبغيوها فيها الشكلاط بزاف غادي تكثروا. انا درت 3 ديال المعلقات. هنا الدقيق كنبقاو نزيدو حتى كنحصلوا على الخليط اللي بغينا. غادي نوريكم في الاخر الخليط كيفاش غنحصلوا عليه. كنبقى ندورو غير بالخلاط اليدوي حتى كنحصلوا على الخليط اللي بغينا. غادي نزيدو واحد المعلقه ديال الخل في الاخر. هي الخل هو اللي كيخليها كيخلي الكيك كيجي زوين بزاف، كيجي مفشفش. ضروري معلقه ديال الخل، ولا ما كاينش الخل ممكن تعوضوه بالعصير ديال الحامض ولا عصير برتقال اللي كيتواجد. كما كتشوفوا كيجي خفيف، ما كيجيش ماشي خفيف وماشي عاقد. انا غنوريكم في الاخر كيفاش كيجي على هذا الشكل هذا. المهم الكيكه راه غتجي مفشفشه. غادي نسخن الفران ديالنا، كنشعل ليه غير لتحت. بالنسبه للفران ديال الضو كنشعل غير الجهه التحتانيه حتى تطيب ليا الكيكه من التحت. عاد غنطلعها الفوق، غادا نشعل عليها من الفوق ونخليها تحمر شويه من الفوق. يعني كتكي واحد السكين، كتبان لك الكيكه كيخرج لك السكين ناشف كتعرفي، او الموس كيخرج لك ناشف كتعرفي الكيكه راه وجدات. كتشعلي عليها شويه كتحمر من الفوق صافي والكيكه هي واجده. كنحاولوا نضربوه مع طاوله العمل باش الكيكه ما تجيش عندنا عوجه، باش تجي مقاده. غادي نديروه من التحت حتى يطيب وغادي نطلعوه الفوق. كما كتشوفوا الكيكه هي وجدات، كتحمر شويه من الفوق صافي جبدتها. باقا سخونه، غادي تشوفوها كيفاش كتجي مفشفشه وكتجي المهم المذاق، ولا المهم كتجي رائعه، كتجي مفشفشه من الداخل، كتجي رطبه وخفيفه. وعاد ملي تنسقيوها ممكن تسقيوها مع شويه ديال الحليب وميسكافي، كتجي زوينه. بغيتو تسقيوها غير بالحليب، انا غنسقيها غير بالحليب، غير كويس ديال الحليب غادي نسقيها. غادي نوجدو دابا الكريمه وغادي ندوز عاد باش المهم نسقيوها. لك الحليب بارد، الحليب ما تسخنو ما والو، كيكه سخونه والحليب بارد راه كتجي زوينه. غادي نوجد معكم الكريمه، عاد غندوز بلا دفات ليا الكريمه وندوز عندي هنا واحد الشاشيه ديال السكر فانيلا. عندي هنا واحد 2 بيضات. 2 بيضات انا استعملت غير 2 بيضات في الكيكه، و2 بيضات الاخرين هما اللي غنستعملهم دابا. يعني 2 كيكات في 2 بيضات في الكيك و2 بيضات في الكريمه. سمحوا لي على الصوت. غادي نخلط السكر مع البيض مزيان حتى كيحاول يذوب داك السكر. غنزيد واحد الكاس ديال الحليب ونعاود نخلط مزيان. عندي هنا واحد 2 معالق ديال بودره شانتيو، يعني كريم شانتيو، او 2 معالق ديال المايزينا. انا ما عنديش شانتيو، عندي مايزينا. غندير 2 معالق ديال المايزينا. لا عندكم شانتيو ممكن ديروا كريم شانتيو. عندي شاشيه ديال هاد فلو، شاشيه صغيره
حتى اللي كانت كبيره ديروها ماشي مشكل. تقدروا ديروا فلو اللي بغيتو، الشكل اللي بغيتو. انا غليت مزيان بحال اللي كتصايبي الفلو، كتبقاي بالخلاط كتبقاي تخلطي وانت هو تيسخن وانتي تطيبي في داك الخليط. راه ما وريتكمش هاد اللقطه هذه مشات ليا. كتبقاي تخلطي وانتي وكيطيب حتى كتطلع الغليه، حتى كيطلع الغليه وكيبان لك راه عقاد. راه كتطلع الغليه كطفي عليه، كتخليه يبرد واحد شويه حتى كتنزل ليه الحراره غير واحد شويه ماشي بزاف. كما شفتوني راه كنخوي فيه هو سخون. المهم كتنزل داك الحراره ديال سميتو، كتنزل واحد شويه، كتخوي فوق الكيكه ديالك. من بعد ما سقيتها بشويه ديال الحليب، واحد نص كاس ديال الحليب سقيت ليها بالخصوص الجنيبات ديالها، هي راه رطبه وزادت ترطابت. زينتها بشويه ديال اللوز ايفيلي مع الجنيبات، ممكن تزينها بيستاج كركاع اللي كيتواجد عندك ممكن تزينيها به. انا زينتها بسميتو، ممكن تعمريها بالداخل من الفواكه، الفواكه بحال هكا الفريز واللي بغيتي. كنتي دايره الفلو ديال الفريز او سميتو تقدري تزيني كيف بغيتي. انا زينتها على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، راه جات رائعه، واحد المذاق اللي لذيذ بزاف. ولا عجبكم الفيديو كنتمنى ما نكونش طولت عليكم. لا عجبكم الفيديو ما تنساوش ليا اللايكات ديالكم، الله يسهل عليكم في هذا العواشر، الله يعطيكم كل ما كتمناو. اللايكات ديالكم الله يسهل عليكم، ما خاسرين والو. وتابوناو في القناه للناس اللي باقيين ما تابوناش، تابوناو عندي وبارطاجيو لي الفيديو باش تكبر القناه. وبسلام عليكم. الفيديو الجاي ان شاء الله. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم.